قضيه المنتخب المغربي مثلا اللي 17 سنه، تدري كم عندهم لاعب برا؟ 12 لاعب في خارج المغرب. لانهم عايشين احتراف يا اخي، عايشين هناك هم. ممتاز. هو عايش هناك، مولود هناك. القضيه مختلفه. اليوم هناك في جاليه مغربيه، في جاليه تونسيه، اللهم لك الحمد. احنا ما فيه، احنا كلنا بديرتنا. طيب لابد ان انا اكثر من مره لابد ان نربط الاجتماعيه، الامور الاجتماعيه بالقرارات اللي ناخذها. ما يصير نشوف المغرب عندهم 12 نودي 12 من عيالنا. ما حنتطور اذا استمرينا بوضع هالاسباب، ما حنتطور. انا اقول لك من مجموعه يعني يمكن المنتخب المغربي هو الاقوى فيها، على الرغم من انه المنتخب المغربي راح يشارك يمكن بمنتخب بي. المنتخب المغربي الاول يشارك في افريقيا. صحيح. ما اظن انه راح يشارك في هذه وراح يشارك في هذيك، الا اذا طعن بعض يعني الاسماء ببعض اللاعبين اللي ممكن يحتاجهم ويتاكد على جاهزيتهم. نعم. بس شفنا منتخب المغرب في كاس العالم، حقق كاس العالم للشباب. نعم. منتخب الاول المنتخب المغربي منتخب جدا قوي، فاذا كان خليط ما بين الاثنين احنا ممكن نعاني بشكل جدا كبير. يعني انا البطوله بهالطريقه بخليط المنتخب المغربي. نعم، انا اشوف انه يفترض انه يروح بلعيبه ركائز ولعيبه يحتاج انه يجربهم على اساس بطوله افريقيا اللي هي اهم بالنسبه له عن البطوله العربيه. شاهدنا البطوله العربيه الاخيره اللي كانت الظاهر برضه في قطر. بس لا، المنتخب المغربي بيشارك يعني ترى في مدرب مختلف. يعني هو اللعيبه اللي بيشارك فيها بكاس العرب هم اللعيبه المحليين اللي يلعبون في الدوري المغربي، واللعيبه اللي يلعبون في الدوريات الخليجيه، فلها مدرب مختلف. يعني الان المنتخب المغربي الان عنده معسكرين، معسكر المنتخب الفريق الاول ومعسكر المنتخب الفريق اللي بيشارك في البطوله العربيه. لو ترجع لكاس العرب، ظاهر كاس العرب كانت اللي اقيمت يا في الامارات يا في قطر. طيب. اخر واحده. التنافس كان جزائري مغربي تونسي. نعم. وكان فعلا زي ما انت قلت، اللعيبه اللي كانوا مشاركين هم اللعيبه اللي مشاركين في اغلبهم في الخليج، وكانت منتخبات صراحه مبهره. لا على فكره ترى بافريقيا عندهم بطوله كاس افريقيا للمحليين. هذه موجوده. ايوه، يعني اليوم يعني حتى هذا المنتخب يشارك في بطوله كاس افريقيا للمحليين في، يعني هذه حتى فكره رهيبه انه يشاركون اللعيبه اللي يشاركون في الدوري المغربي ينضمون للمنتخبات، منها تكتشف كذا لاعب يكون مميز يشارك مع المنتخب الاول. يعني انه عنده الخيارات هذه موجوده، عنده انديه او عنده لاعبين في الانديه المغربيه وعنده لاعبين محترفين خارجي. فاحنا بالنسبه لنا يعني وانا اسمح طرح الفتره الماضيه انه يفترض انه نشارك بلعيبه شباب اكثر ونعطي الفرص. لا، انا بالنسبه لي هذا هروب. هروب ليه؟ لانه منتخبنا يعني انت تطالب بالبطوله. انا اطالب بالبطوله، ولانه منتخبنا ما هو منتخب كويس الى الان، بحيث اني انا اقول والله انا وصلت لجاهزيه عاليه واني انا خلاص ما عاد احتاج. اذا هو مو منتخب كويس من وجهه نظرك، كيف تطالبه بانه يكون هو؟ اطالبه بالبطوله على وجهه نظرك بالامكانيات اللي موجوده في الدوري السعودي. بس ترى انه مو منتخب كويس. لاني انا غير مقتنع بالجهاز الفني. بس اقوياء على اللي حولنا، على المنتخبات اللي في الخليج. وش منتخبات العرب. شوف مين اللي خرج من البطوله؟ قطر، السعوديه. قطر، السعوديه، الامارات. ومين اللي تاهل؟ تونس، المغرب، الجزائر او المغرب ومصر.